عمرك سألت نفسك قبل كده ليه في طلاب دايما سابقين بخطوة؟ وليه في طلاب تانيين حاسين إنهم واقفين مكانهم؟ ليه في ناس بتدخل الامتحان واثقة وناس بتدخل مرعوبة؟ هل الفرق في الذكاء، في الحظ، في المدرس، ولا في الظروف؟ خليني أقولك الحقيقة من غير لف ولا دوران. أغلب الناس اللي بنسميهم عباقرة كانوا في يوم من الأيام ناس عاديين جدا، بيكسلوا، بيضيعوا وقت، وبيقولوا هبدأ من بكرة. لكن في لحظة معينة قرروا يغيروا طريقة حياتهم، واللحظة دي ممكن تكون دلوقتي وانت بتسمعني. الذكاء مش موهبة نادرة، الذكاء مهارة بتتكون زي العضلة، كل ما تمرنها تكبر وكل ما تهملها تضعف. ومش المهم تذاكر كام ساعة، المهم تذاكر ازاي. ومش المهم تحفظ، المهم تفهم. ومش المهم تتحمس يومين، المهم تكمل شهور وسنين. الطالب العادي لما يقابل مادة صعبة يقول دي مستحيلة، مش دماغي، أنا مش شاطر فيها. لكن الطالب العبقري يقول لسه ما فهمتهاش، هجرب طريقة تانية، أكيد في حل. والفرق هنا مش في الذكاء، الفرق في العقلية، في طريقة التفكير، في الحوار اللي بيحصل جوه دماغك كل يوم. لأن الصوت اللي جواك ده يا إما يبنيك طوبة طوبة، يا إما يهدمك وإنت مش واخد بالك. لما تقول لنفسك أنا فاشل، أنا ضعيف، أنا دايما متأخر، دماغك بيبرمج نفسه على كده. لكن لما تقول أنا بتعلم، أنا بتطور، أنا أحسن من امبارح، دماغك يبدأ يشتغل لصالحك. خلينا نتكلم بواقعية عن الوقت، لأن أغلب الطلاب مشكلتهم الأساسية مش في الفهم، مشكلتهم في التضييع، في السرير، في الموبايل، في السوشيال ميديا، في هفتح فيديو واحد بس، والفيديو الواحد يتحول لساعة، والساعة تتحول لنص اليوم، وبعدها تقول مفيش وقت. العبقري الحقيقي مش بيذاكر أكتر منك، هو بس بيستغل وقته أحسن منك. بيقعد يركز 40 أو 45 دقيقة، يقفل كل حاجة، يحط الموبايل بعيد، يعيش مع المادة، وبعدها يرتاح شوية ويرجع تاني، من غير جلد ذات ومن غير كسل. وطريقة المذاكرة نفسها محتاجة تتغير، لأن القراءة والحفظ لوحدهم عمرهم ما يعملوا طالب عبقري. الطريقة الصح هي الفهم والتفاعل، إنك تسأل نفسك ليه، إزاي، حصل إمتى، يعني إيه. حاول تشرح الدرس بصوتك كأنك مدرس، حتى لو بتشرح للحيطة، حتى لو مفيش حد سمعك. اللحظة اللي تعرف تشرح فيها من غير ما تبص في الكتاب، اعرف إنك فهمت بجد. حل كتير، غلط كتير، وتعلم من كل غلطة، لأن الغلطة مش عدوك، الغلطة هي مدرسك الحقيقي. وفي نفس الوقت العبقرية مش بس في المذاكرة، العبقرية في أسلوب الحياة كله، في نومك، في أكلك، في طاقتك، في صحتك. طالب بينام 3 ساعات ويمسك الموبايل لحد الفجر عمره ما هيبقى في أفضل حالاته مهما كان ذكي. النوم في كويس، المية، الحركة، التهوية، الحاجات البسيطة دي بتفرق أكتر مما تتخيل. كمان كتابة الأهداف مهمة، لما تكتب هدفك قدامك دماغك بيبدأ يشتغل عليه تلقائي. لما تقول أنا عايز أجيب كذا، أنا عايز أدخل كلية كذا، أنا عايز أكون كذا، كل تصرفاتك بتتغير تدريجيا. وخليني أقولك على سر مهم جدا، كل طالب ناجح مر بفترات ضعف، إحباط، ملل، تعب، فقدان شغف، أيام كان نفسه يسيب كل حاجة. الفرق الوحيد إنهم ما سابوش، كملوا حتى وهم مش طايقين يفتحوا الكتاب، كملوا وهم حاسين إن مفيش نتيجة. لأن النجاح مش بيجي فجأة، النجاح بيجي بعد تراكم صغير جدا كل يوم، ساعة في ساعة، صفحة في صفحة، درجة في درجة. ومن النهاردة ما تستناش المثالية، ما تستناش إن تبقى متحمس 24 ساعة. اعمل خطة بسيطة جدا، كل يوم 3 مواد، كل مادة ساعة، بدون موبايل، بدون تشتيت، مراجعة سريعة قبل النوم، تقييم بسيط كل أسبوع. أنا اتحسنت، أنا ضعفت، أظبط إيه، أغير إيه. النجاح مش محتاج عبقرية خارقة، محتاج التزام بسيط مستمر. 80% التزام طول السنة أحسن من 100% أسبوع واحد. يمكن تكون شايف نفسك دلوقتي شخص عادي، في نص الترتيب ولا متأخر شوية، ويمكن تكون فقدت ثقتك في نفسك بسبب درجات قديمة، مدرس قالك كلمة وحشة، مقارنة بغيرك. بس لازم تعرف إن ماضيك الدراسي مش حكم مؤبد، هو مجرد مرحلة، وانت تقدر تعيد كتابته من جديد. من اللحظة دي، من القرار اللي تاخده وانت سامع الفيديو ده، افتكر دايما ان كل يوم بتذاكر فيه انت بتستثمر في نفسك. كل مرة تقوم تفتح الكتاب وانت تعبان انت بتبني شخصية قوية. كل مرة تقول لا للموبايل وتقول للمذاكرة انت بتختار مستقبلك. ومفيش حد هيمشي الطريق ده غيرك، لا اهلك، لا صحابك، لا المدرسين. انت المسؤول الاول والاخير. وفي النهاية التحول من طالب عادي لطالب عبقري مش سر، مش وصفة سحرية، مش فيديو واحد، هو قرار يومي انك تحترم وقتك، تثق في نفسك، تتعلم من غلطك، وما تستسلمش مهما حصل. ولو وصلت لحد هنا في الفيديو يبقى انت فعلا شخص عنده استعداد ينجح. وعشان كده لو عايز تكمل الرحلة معانا وتتعلم ازاي تذاكر بذكاء وتنظم وقتك وتحقق احلامك خطوة خطوة، ما تنساش تشترك في القناة، تعمل لايك، وتكتب في الكومنت انا بدأت من النهاردة. واستناني في الفيديو الجاي وانت اقرب من حلمك اكتر مما تتخيل.